أنا اليوم سعيد باستقبال السيد عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول الملف الليبي الذي يقوم بزيارة للمغرب، وكانت فرصة باش نجدد التهاني للسيد الممثل الخاص على تعيينه من قبل الأمين العام في هذا المنصب، وتجديد دعم المغرب له ولمجهوداته واستعداد المغرب للعمل معه بشكل دائم في إطار تنفيذ مهامه. نحن سعداء أن السيد باتيلي هو الآن اللي مكلف بهذا الملف بالنظر إلى الخبرة ديالو الدبلوماسية وبالنظر إلى الدور المهم اللي قام به في العديد من الملفات المتعلقة بالأمن والاستقرار خاصة في القارة الإفريقية. اجتماعنا كان مناسبة للحديث حول تطور الوضع في ليبيا والتقدم اللي حصل في بعض المجالات والعراقيل اللي ما زال في الصعاب اللي ما زال كيواجهها حل الأزمة الليبية، وكانت مناسبة باش نذكر بالمحددات الموقف المغربي من هذا الملف، واللي هي 4 ولا 5 المحددات. أولا أن المغرب مع وحدة ليبيا الوطنية، مع سيادتها الترابية، ومع حل في إطار سيادة ليبيا وحدتها الترابية وحدتها الوطنية. المحدد الثاني هو أن المغرب مع حل ليبي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية. المغرب مع حل سلمي ما فيش ضد أي توجه نحو فرض حلول عسكرية في ليبيا، والمغرب في إطار دعمه للحل الليبي ضد كل التدخلات الخارجية في ليبيا وضد جعل ليبيا ساحة للتجاذبات الدبلوماسية. النقطة الثالثة هي أنه إذا كان الحل خصو يكون ليبي فما يمكن يتم إلا بدعم دولي، وفي هذا الإطار كيجي الدور الأساسي اللي تقوم به الأمم المتحدة لإيجاد هذا الحل في ليبيا. الأمم المتحدة هي المظلة اللي يمكن لها تعطي الاستمرارية والقوة لأي حل ليبي، ومن هنا كيجي دعمنا لمجهودات السيد الممثل الخاص للأمين العام. النقطة الرابعة هي المغرب كيفصل بين مسألتين أو بين إشكالين اللي كاينين في ليبيا. كاين مسألة الشرعية وكاين مسألة تدبير الفترة الانتقالية. مسألة الشرعية ما يمكن لها تحل في ليبيا إلا عن طريق الانتخابات اللي كتحدد وكيختار فيها الشعب الليبي لمن يمنح سلطة التدبير السياسي في ليبيا. مسألة الشرعية ما تحل إلا بانتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا، وبلا هذه الانتخابات مسألة الشرعية كتبقى مطروحة. للأسف بقى بعض العراقيل اللي كتواجه التحضير لهذه الانتخابات، واللي نتمناو أنها بفضل الحكمة الليبيين بفضل المجهودات الدولية ومجهودات الأمم المتحدة ومجهودات كل الأطراف يمكن تجاوز هذه العراقيل وتم الحصول على توافق من أجل إجراء انتخابات في أقرب الآجال، الانتخابات البرلمانية والرئاسية. هذا جانب الشرعية، وكاين جانب ديال تدبير المرحلة الانتقالية اللي خصو يكون تدبير توافقي من خلال مؤسسات اللي تحضر للانتخابات، سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية. والمغرب كان دائما كيتعامل مع هذه المؤسسات من هذا المنطلق أنها مؤسسات لتدبير المرحلة الانتقالية، سواء الحكومة الحالية الحكومة الوحدة الوطنية، أو سواء المجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، كلها مؤسسات لتدبير المرحلة الانتقالية لإيصال ليبيا إلى الانتخابات اللي تحسم فيها مسألة الشرعية. في إطار هذه المحددات اللي تحدثت عليها، المغرب تحرك منذ البداية بتعليمات من جلالة الملك لمساعدة الليبيين على أنهم
يلتقيوا، على أنهم يتناقشوا، على أنهم يتفاوضوا لإيجاد حل ليبي للأزمة الليبية. والمغرب احتضن اجتماعات دائما مع الأمم المتحدة منذ بوزنيقة إلى الاجتماعات الأخيرة اللي كانت في الرباط، كلها بهذا التوجه أن الليبيين هما اللي بيدهم الحل لأزمتهم بعيدا عن كل تدخلات خارجية، وأن المغرب يمنح لهم واحد الفضاء، واحد المساحة فين يمكن لهم يتذاكروا بيناتهم. والمغرب كانت دائما تعليمات جلالة الملك هي أننا نبقاو على مسافة واحدة مع الليبيين. المغرب ما عمره غيختار ما بين الليبيين، والمغرب ما عمره غيقول هذا الليبي أكثر شرعية من الليبي الآخر. المغرب كيقول هناك مرحلة انتقالية، ومرحلة مسألة الشرعية تحسم بالانتخابات، وهناك مؤسسات يجب التعامل معها من هذا المنطلق. المغرب غيستمر في هذا المجهود بجانب ومع الأمم المتحدة للوصول إلى هذا الحل.